السلام عليكم. معلش يا جماعة، الواحد لو كان ينفعل امبارح في الفيديو بتاع امبارح. طبعا ما كناش منتظرين المستوى دوت من النادي الاهلي الماتش اللي فات، وكنا منتظرين ان هو هيكسب واللعيبة بعد اجتماع كابتن محمود الخطيب يعني زي يعني مش هقدر اقول كلمة كبيرة، تحس على دمها شوية وتنزل تاكل الملعب، تاكل النجيلة وتاكل اي فريق قدامها. طبعا يعني ما حسيناش بالموضوع ده امبارح. معلش الواحد بس حزين شوية على الماتش بتاع امبارح، وحزين على مستوى النادي الاهلي ان مفيش روح ولا اداء ولا اي حاجة. بس قبل ما اكمل كلامي، احنا كلنا في ظهر الاهلي وكلنا بنحب الاهلي. الاهلي فرحنا كتير، والاهلي وقف معانا كتير وساندنا كتير في فرحتنا، وكان سبب رئيسي في فرحتنا. فاحنا في الاول وفي الاخر احنا مع النادي الاهلي وفي ظهر النادي الاهلي. الواحد بس معلش بيتكلم بنبرة حزن شوية عشان خاطر ما كانش نفسه ان نشوف الاهلي بالشكل ده. انا بقالي اكتر من 30 سنة بشجع النادي الاهلي، ما شفتش الاهلي في المستوى ده، ولا الروح ديت، مفيش روح ومفيش اداء يعني مش قادرين برضو نتكلم على حاجة زي ديت. احنا في الاول وفي الاخر في ظهر النادي الاهلي. مش عايزين ندي فرصة للناس اللي بتتكلم دلوقتي والاعلام اللي بيتكلم علينا. وان شاء الله الموضوع ده يخلص. الناس بتتكلم على اوضه اللبس بتاعه الاهلي وهم مش عارفين حاجه، ولا قاعدين في اوضه اللبس ولا يعرفوا ايه اللي بيحصل. لان دي طبعا اسرار النادي الاهلي طول عمرنا. ما احنا بنقع في مشاكل كتيره وبنتغلب، وبيضيع مننا دوري وبيضيع مننا كاس وبيضيع مننا مطوشه. ما عادي يعني. بس احنا برضو الابطال واحنا رقم واحد. فاحنا كلنا في ظهر النادي الاهلي، ما نمشيش ورا كلام الاعلام بس ماسك في اوضه اللبس، وماسك اللعيبه بتتخانق مع بعض، وماسك ده بيغلي على ده، وده مش راضي يجدد، وده الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه، انا متاكد. عايزين اللعيبه بس تبقى رجاله، عايزين اللعيبه تقرص على نفسها شويه. كلنا في ظهر النادي الاهلي وكلنا بنحب الاهلي، ومحدش يزعل مني لو انفعلت امبارح في اداء او حاجه. وربنا يوفق الجميع باذن الله، وان شاء الله يكون احسن الاداء في الفتره الجايه. وربنا يوفقنا ان شاء الله، وكلنا منتظرين الاهلي في ماتش الزمالك ان شاء الله بعد سيراميكا يكسب ويفرح الجماهير ويسكت كل الالسنه، وربنا معاهم ان شاء الله. محدش يزعل مني. كلنا في ظهر الاهلي، كلنا بنحب الاهلي. الاهلي سبب فرحتنا وهيفضل طول عمره سبب فرحتنا. السلام عليكم.